جارا کدن لبر چاوه جهان او بدنگی نام نتاوی او بخمساری هیز نام دولتی و دولت ترک و نزیک بونا جهلا هیز جهانی و وکا فرسند بینه و دست بکریان هوانا دکه رژیم فاشیست ترک دشمن مروحی و دشمن دوزاگل کرده لهمبری گل ما سوجه ندجی نرخ و یاسای نام نتاوی هر روش دن زیده کرند اف دشمن ظالم کد دیروکه ده و حتی نها لدجی گل ما بکار آنیه و بکار تینه جگوشتن ترور کرن و ویران کرن پیوه نکریه به دست پیکرنا شهر قرکرنا و کرالینا تکنیکا پیشکتی و چک قدخه ناتو دولت ترک را تشاندن لگل قادان بکار تینه و کنکوشیا لدجی گل ما بریا آجان دولت ترک و آجان هویین فرانسای و چتن هویین داعشه لسر گل ما با آوائی ریک و پیک بردوام دکه چه به دست دایینا هیز ترور داعشه و چه به کچبر کرنا بدار زوره و گهارتنا دموگرافیک لعفرین گرسپی و سرکانیه و یا داوی ایرو بکارانینا چکن کیمیاوی به شهید بونا 11 شرفر نهب هگه دقاد سجایه ده ام مجلس مالبت شهیدان واسون چه کول دشی زاگون مرواهی هاتنا کرن شرمزار ولانا دکن ام بیدنگی آن نتاوی یا لهمبر گل ما شرمزار دکن ام بانک لهمور ریقستن نتاوی ین تیکردار دکن کل همبر گل کرد بر بسیارن حقوقی و اخلاقی بکن سر خواه وجبو پاراستنا مافه هری بنگاهین آگل ما یه وی جیانه دناو مافه جباک مروی ده همو تدبیران بگرن شهیدن آزادی رومتا مروواهی نه بمر دولت فاشیست و حوال بنده وی بشی برخودان هیزه ها پگی بيان إلى الرأي العام باسم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء مرة أخرى أمام أنظار العالم والصمت الدولي وبتقاربات رخيصة ومن نتيجة ذلك استغلت الحكومة الفاشية AKP واستمرت بجرائمه وأضافت سلسلة من الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا من قبل نظام الفاشية التركية عدو الإنسانية والعدو القضية الكردية. إن هذه الطاغية التي لم يوفروا أي وسيلة قتل وإرهاب وتدمير إلا واستخدموها بحق أبناء شعبنا عبر التاريخ وإلى الآن بدءا من حرب الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في الكثير من الساحات وتنفيذ الإعدامات الميدانية والقتل الممنهج على الهوية وارتكاب المجازر الجماعية بحق أبناء شعبنا عبر أدواتها وعملاء الدولة التركية وأعوانها في فرنسا ومرتزقتها الدواعش في الرقة وحتى عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في فرنسا في كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين وآخرها اليوم استخدمت الأسلحة الكيماوية وأدى إلى استشهاد 11 مقاتلا من قوات الدفاع الشعبي في ساحة ساجا في جنوب كردستان. نحن مجلس عوائل الشهداء ندين ونستنكر هذه الجرائم التي تندى لها جبين الإنسانية وندين الصمت الدولي تجاه قضية شعبنا العادلة ونطالب كل المنظمات العالمية المعنية أجمع بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الكردي واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات لحماية أبسط حق من حقوق أبناء شعبنا في هذه الحياة من بين حقوق المجتمعات الإنسانية. الموت للعدو الإنسانية وأعوانها. شهداؤنا رمز كرامة الإنسانية، شهداؤنا تبقى أحياء في ضمائرنا. عاشت مقاومة غيريلا. المجد والخلود للشهداء الأبرار. 28/12/2022. بسروک جان نابا بسروک جان نابه بسروک جان نابا بسروک جان نابه بیجی برخدا ناگر الله بیجی برخدا ناگر الله